مرحبا بكم الأحباب، نتمنى تكونوا بخير. جبت لكم فيديو جديد باش نشارك معاكم اللحظات الرائعة اللي جوزناها أنا والعائلة ديالي في مدينة تلمسان وبعدها مرسى بالمهيدي. أولا راح تشوفوا معايا لقطات من زيارة أماكن في تلمسان، من بينهم قلعة المنصورة كأول محطة زرناها، وهذه المنصورة تعتبر مكان أثري وسياحي. راح تلقاو الزوار من كل المناطق والولايات هنايا. صورنا شوية وبعدها رحنا لمحطة التلفريك بأعالي لالا ستي. الحق علينا الليل كما راكم تشوفوا، رحنا شرينا تيكيات وركبنا في التلفريك، درنا جولة رائعة في الليل. اللي خاف من المرتفعات ما نصحوش يجربها. كما راكم تشوفوا هنا رانا في المحطة نستناو في دالتنا باش نركبوا في التلفريك. وها هي وصلت دالتنا ورايحين نركبوا في التلفريك. هيا تشوفوا معايا. شوفوا معايا هذا المنظر في الليل كيفاش يبان روعة. هنا تقدروا تشوفوا مدينة تلمسان من الأعلى. وهنا رانا قريب نوصلوا إلى محطة الحوض الكبير. كما راكم تشوفوا في هذه الساحة راه تشوفوا الغاشي بزاف، راهم محضرين حفلة في الليل. وهنا ما بقاناش بزاف باش نوصلوا إلى محطة الحوض الكبير. هنا رانا في المحطة قبل الأخيرة. بقاتلنا غير هذه ونوصلوا. المهم جوزنا لحظات رائعة مع العائلة الكريمة، عائلتي، خصوصا كي جات مع الليل وكانت تجربة هايلة. حقيقة بلادنا شابة بزاف وتستاهل الزيارة حتى من الدول الأخرى. كانت المهم جولة شابة بالنسبة لي أنا والعائلة تاعي. علاه ما ركبتش فيه المره اللي فاتت؟ ركبنا حلها ما وليناش في انا فرحان. وأخيرا رانا وصلنا إلى محطة الحوض الكبير.
بعد ما وصلنا رحنا مباشرة إلى الحفل اللي كانوا منظمينه دار الثقافة بولاية تلمسان. شوفوا شعال كاين الغاشي اللي راهم يتفرجوا في الحفل. كان هذا الحفل دايرين الفن التلمساني مثل الأندلسي ومختلف طبوع خاصة بالمنطقة، بالإضافة إلى تواجد عروض خاصة بزي تقليدي تلمساني. محطتنا في مدينة تلمسان. نتلاقاو إن شاء الله في الجزء الثاني والثالث في مرسى بن مهيدي ومغنية، ونختموها إن شاء الله في المغارة عين فزة. إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله كامل تزوروها.